السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مطبخ أزهار سومرية، نرحب بكم. اليوم عندنا طريقة عمل مخمر الملفوف البروبايتيك أو البكتيريا النافعة. هنا أنا جبت كيلو ونص من اللهانة الحمراء أو البنفسجية على حسب تسميتكم، أو ممكن نستعمل اللهانة البيضة. راح أثرمها بشكل طولي، أو ممكن يعني تثرمونها بشكل أنعم من هاي الطريقة. وراح أكمل كل البقية اللي عندي بهذه الطريقة أثرمها. بعدين شلتها حطيتها بهذا الإناء، وراح أضيف عليها ملعقة وربع من ملح البحري الخشن. ممكن تستعملون ملح الهملايا أو تستبدلونه بالملح العادي، بس يفضل تستعملون ملح الهملايا أو الملح البحري، يكون طريقته أكثر صحية. وراح أبدي أفركها بهذه الطريقة، أعصر اللهانة حتى يتداخل الملح، وتكون أذبلها بهذه الطريقة ويا الملح حتى أطلع كل السوائل منها. راح أكرر عملية عصر اللهانة ويا الملح تقريبا 4 مرات لحد ما أشوف اللهانة تذبل عندي. بس طلعت هذه السوائل، يعني هنا تمت العملية بنجاح. وبعدها من راح أرجع لها أعصر بقية اللهانة أكثر من مرة. بعدين جبت هذه الأواني الزجاجية من بعد ما عقمتها بشكل جيد بالمي الساخن، وراح أفرغ كمية من اللهانة وأخزنها لمدة 5 أيام حتى المي السائل مال اللهانة راح همن أزيد عليه داخل العلبة وأغلقها بشكل محكم. ومن بعد 5 أيام أطلعها، فقط أعصر عليها ليمون وأكون خلصت. أعزائي، إذا عجبكم الفيديو حطوا لايك واشتركوا بالقناة. مع ألف سلامة.